أنا كريم، شاب عادي ساكن لوحدي في شقة صغيرة في الدور السادس في عمارة قديمة في وسط البلد. اشتريتها بسعر غريب ورخيص جدا. ولما سألت صاحب العقار عن السبب، الراجل ضحك وقال لي: الناس بتخاف من الحكايات يا باشا، مش من الحقيقة. أنا بصراحة ما اهتمتش بالكلام ده لحد ما بدأت أسمع صوت الخبطات دي بالليل، كل يوم الساعة 3 بالظبط. بصحى على صوت خبط خفيف على الباب، مش جرس، مش صوت حد مش سامع صوت حد بيتكلم. انا بس سامع خبط على الباب بهدوء ومنتظم، كأن حد بيحاول يصحيني او يخوفني. في الاول افتكرت تخيلات، ولكن مع الوقت وكل يوم بيتكرر نفس الوقت وبنفس عدد الخبطات، في الليلة العاشرة زهقت وقررت أفتح الباب. ولكن وأنا رايح أفتح الباب، سمعت صوت في دماغي، مش صوتي ومش صوت حد أنا أعرفه، بس بيقول لي: اوعى تفتح الباب، أيا كان إيه اللي بيحصل ما تفتحش. أنا بصراحة وقفت في مكاني وقلبي بدأ يدق بسرعة. سألت نفسي: وإيه اللي بيحصل؟ هو أنا بتجنن؟ رجعت أنام، أو بالأصح بحاول أن أنام. ولكن الليلة اللي بعدها الخبط بدأ يزيد. عدد الخبطات كانوا 3، بس بعديها سمعت صوت خربشة على الباب، زي ما يكون ايد بتخربش على الخشب بتاع الباب، او الضوافر بتسحب نفسها ببطء عليه. قررت اعمل حاجة غريبة. جبت موبايلي، وجهت الكاميرا بتاعت الموبايل قدام الباب، وبدأت اسجل من الساعة 2:55 لغاية 3:10. رحت نمت، ولما صحيت الصبح شفت الفيديو، نفس عدد الخبطات والصوت كان واضح. وبعدين شفت حاجة غريبة، لقيت باب الشقة بتاعي بيتفتح لوحده. والأغرب إن الكاميرا جابت لي حاجة غريبة: ظل أسود طويل، ملامحه مش واضحة، بس واقف ساكت بيبص للكاميرا. في لمح البصر اختفى. بصراحة أنا جريت من الشقة وقررت أنام عند صاحبي اليوم ده. ولكن في نص الليل جات لي رسالة على موبايلي من رقم مجهول أنا معرفهوش. كان كاتب بيقول لي: لو كنت فتحت ما كنتش هتلحق تهرب. أنا بصراحة خفت، بس بصيت في آخر الرسالة كده، لقيت صورتي وأنا نايم في سرير صاحبي، وكاتب تحتيها كلمة: هنتقابل قريب.